طلع بالبالونات واختفى اكثر من 3 اشهر. انا ابو الزير لايك متابعة، خليني احكي لكم. اديلير كارلي زلمة مظلي محترف وعنده خبرة بهيدا المجال. في يوم من الايام قرر يعمل حركة ما خطرت على بال اي بني ادمي، انه يطير بالجو معلق ب1000 بالون هيليوم ملون. ليش بده يعمل هيدا تحدي؟ اولا بده يكسر رقم القياسي انه يضل اكثر من 19 ساعة بالجو. اما ثانيا يجمع تبرعات لبناء الاستراحة السائقين الشاحنات، وتحديدا بمدينة برانغوا ب20 ابريل عام 2008، وتحديدا الساعة 1 ظهر. العدة كاملة ومجهزة، كرسي معلق بالبالونات، لابس بدلة حرارية ومظلة الانقاذ، طعام ومي بكفوا ل5 ايام، وهاتف قمر صناعي، موبايل عادي، وجهاز تتبع GPS. وبعدها بكم دقائق طار بالجو بلمح البصر. بالبداية كان كل شيء تمام، بس فجأة البالونات ارتفعت بشكل مرعب، وصل ل 5800 متر، اعلى بمرتين من اللي متوقعه. مو بس هيك يا جماعة الخير، بدل ما يتجه باتجاه البر مثل ما كان هو مخطط، الرياح غدرت فيه وسحبه باتجاه البحر، وتحديدا محيط الاطلسي. اخر اتصال بفريقه تحديدا الساعة 8:45 مساء، بيتصل بفريقه وامن البحري وهو عم يرجف من البرد، وتصير صدمة كبرى. كارلي ما بيعرف يستخدم جهاز تتبع GPS، عم يحاول يشغل جهاز GPS، ما عم يعرف يحاول مشان يعطي موقعه لفريقه والامن البحري. وفوق كل هذا بطارية موبايله انطفت وانقطعت الاتصال بشكل كامل. بهي اللحظة بدأت عملية البحث بشكل كامل. طيران سلاح البحري برازيلي وفرق الانقاذ نزلوا على المحيط، وصاروا يمشطوا بحر وجزيرة ورا جزيرة. بعد يومين من اختفاء الكارلي، مجموعة من الاشخاص بيشافوا بالونات على وش البحر، لكن بدون اي اثر لكارلي، وضلوا هيك عم يبحثوا عن كارلي اكثر من 3 اشهر. بعد 3 اشهر من اختفاء الكارلي، على بعد اكثر من 100 كيلومتر المكان اللي انطلق فيها، وتحديدا من ساحل ريو ديو جانيرو، سفينة تابعة لاحد شركات النفط بتلمح جثة طافية على محيط البحر. لما بياخذوا هي الجثة وبيودوها على مختبر، بيكتشفوا انه هيدا الشخص هو كارلي عن طريق تحليل DNA، لأنه جثة كانت متحللة ومستحيل حدا يعرفه من خلال شكله أو وجهه. وبس تقدروا تلاقوا هيدا الإيموجي